أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوعنا أبنائنا وتحديات المهجر. في الحلقة السابقة تناولنا الجزء الأول ما يتعلق بالأبناء، والجزء الثاني ما يتعلق بالآباء. اليوم نأتي، هل الهجرة كلها يعني سلبيات؟ يعني هل الهجرة ما فيها جانب مضيء؟ هل حياة المهجر تجد فيها الفرص ولا كلها يعني سلبيات؟ يعني احنا طبعا دائما نكون منصفين، يعني الهجرة لها فوائد ولها إيجابياتها، واليوم نتحدث عن موضوع ما هي الفرص المتاحة، ما هي الفرص والإيجابيات الموجودة في أي بلد نحن نهاجر فيه. أكيد لكل بلد له الجانب المشرق وفي الجانب الآخر يعني. طيب نأتي نحن الآن نتكلم في المهجر. بنتكلم أنا حقيقة يعني بقصد إنه كل الدول الغربية من أستراليا وحتى كندا وأمريكا، ونتكلم في البلاد اللي هاجر فيها عدد كبير خاصة من مجتمعنا الإريتري، وكل المجتمعات يعني أصبحت الهجرة ليس فقط خاصة بمجتمع إريتريا أو مجتمعنا الإريتري، لكن الكثير من الدول تعاني، ولذلك نجد إنه الهجرة الآن أصبحت الكل يهاجر يعني. فهذا ما قصدته، بمعنى إنه الفرص المتاحة في هذه البلاد الغربية. نأتي لأول جانب من الجانب المشرق أو الفرص الموجودة، اللي هي التعليم المجاني، التأهيل بالنسبة لأبنائنا. حتى أحيانا إذا ما حتى نحن تحصلنا على الجواز اللي هو يسمى الجواز الأصل الكبير أو الجواز البلد نفسه، أحيانا بتكون الأسرة في تحت الإجراءات هي البروسيس حق قبولها في الدولة المضيفة، ويظل إنه الدولة تدعمها، تظل إن الدولة تقدم لها خدمات لأبناء، إذا كان خدمات صحية، خدمات مادية، خدمات بالجانب الأكاديمي. فبيكون الأطفال يدرسوا والأسرة ما تحصلت حتى على الورقة اللي هي تسمح لها أن هي مقبولة في البلد، أو هي خلاص أصبحت مواطنة ألمانية أو مواطنة أسترالية أو نرويجية أو غيرها. هذه واحدة من الفرص المتاحة، يمكن أحيانا ما نجدها حتى في بلادنا، ما نجدها حتى في بعض بلادنا الإسلامية والعربية، لكن نجد أن هذه فرصة كيف ممكن نستغلها. وهذه من الفرص اللي تعتبر هامة جدا، وفرص يمكن الواحد يدفع يعني مبالغ وقدرها عشان يدرس أبنائه، لكن الدولة توفر لك هذا التعليم. هل نحن فعلا مستفيدين؟ إذا كان حتى للكبار على فكرة، يعني الخدمات مقدمة للصغار وللكبار يعني. من الفرص المتاحة كذلك اللي هي تعلم الأطفال في المدارس كثير من المهارات. وكانت تقول لي واحدة من الأخوات، تقول لي أنا ابني بدأ الآن يعرف يعني يخيط، يعني يعلموه المهارات الحياتية، يستطيع أن يعتمد على نفسه. ودي يمكن إحنا أحيانا حتى في مجتمعنا، حتى في بلادنا الأصلية وطننا الأصلي، نحن ما نعلم أبنائنا كيف الطفل يعتمد على نفسه. أحيانا أنت الأخت أو خاصة يعني مجتمع يمكن ذكوري بالمقام الأول، تجد إنه الابن مثلا الأخت هي أخته تخدمه، حتى ما يكلف نفسه، يعني الكاسة اللي يشرب بها الشاي أو الصحن اللي هو يعني يأكل فيه، ما يستطيع أنه حتى ما يكلف نفسه عشان هو يساعد الأسرة. ودي واحدة من المشاكل اللي احنا سميناها كواحدة من التحديات يعني. فبالمقابل الدولة المضيفة أو الدول المهجر بتعلم الأبناء الانضباط، تعلمهم النظام، تعلمهم الاعتماد على النفس من طفل وهو عمره يعني سنة في الروضة، يتعلم كيف يقدر هو يعتمد على نفسه في الأكل، في أشياء كثيرة. وفرص نحن ليه ما نستغل هذه الفرص؟ هل احنا نستثمرها بالشكل الصحيح؟
كلها فرص متاحة لنا في البلد. يعني إذا كان ابني يعرف بدأ يخيط، بدأ حتى بعد الأشغال في البيت هم الطفل يدرسها في المدرسة. من ضمن الفرص المتاحة كمان عندنا في عطلة الصيف الأطفال خاصة الأبناء اللي هو في المراحل الثانوية الصف التاسع، فيكون عندهم في اسمها وظيفة في عطلة الصيف. يستطيع أنه هذا الشاب والشابة أن تعتمد على نفسها، تعمل في عطلة الصيف، تدخر، ويكون واحدة من المهارات الحياتية أن أنا أكون سعيدة جدا إذا ابني اعتمد على نفسه، أصبح عنده مصدر دخل إضافي. من ناحية بيدعم نفسه ويتعلم أهمية المال وكيف يوظف المال وقيمة المال، وفي نفس الوقت يصبح هو كمان تديه ثقة بالنفس. يعني لما أشعر أن أنا عندي مصدر دخل خاص بي، أنا ألبي احتياجاتي. ففي عطلة الصيف لو نفترض عطلة الصيف 3 شهور، يستطيع أن يكون هذا الابن وهذه البنت يكون عندها ما يكفيها مثلا من توفير احتياجاتها الخاصة. واحدة من الفرص يعني تعتبر دي فرص يمكن نحن لو جلسنا ندرسها لأبنائنا في محاضرات وفي لقاءات ما يستطيع أن يمتلكها بالمقابل لما هو يأخذها في هذه المدارس في هذه المراكز. من الفرص المتاحة كمان الأنشطة المتنوعة، كون أنه الطفل ينشغل بالرياضة، يستطيع أن هو من خلال الرياضة يكون عنده ثقة بالنفس، لأنه واحدة من عناصر كيف ننمي ثقة الطفل بنفسه تكون هي الأنشطة الرياضية. تعلم الطفل الشجاعة، تعلمه أنه كيف يعتمد على نفسه في أشياء كثيرة، وهي جزء يعني تكون يعني هي واحدة من الوسائل اللي يستطيع من خلالها أن يخلق له بيئة اجتماعية، يستطيع أن يعرف بنفسه. في بعض حقيقة بعد أبنائنا متميزين جدا في الرياضة وأصبحوا يشاركوا في أندية عالمية. دي واحدة من الأشياء اللي نحن نعتبرها فرص، وكيف ممكن نستقلها أفضل مما أنه يشغل نفسه بالأجهزة ويشغل نفسه بالأشياء اللي نحن الآن نعاني منها حقيقة. يعني فكون أن الدولة توفر لهذه الاحتياجات، كون أن الدولة تشارك في عملية بناء شخصية الطفل، الدولة تقدم الخدمات، تقدم لكل أنواع الخدمات اللي هي الآن أحيانا في بعض الأسر بيكون عندهم أطفالهم عندهم أمراض مزمنة. طيب الدولة هي مكفلة أن هي تلبي كل الاحتياجات اللي تتعلق بالعلاج بالنسبة للطفل، بالنسبة للوالدين. فتجد أنه يعني هذه الفرص الكبيرة جدا، فرص رعاية الموهوبين، فرص تعليم المهارات، فرص الجانب الأكاديمي اللي هو فعلا نحن استقلينا بالشكل الصحيح وبالشكل الإيجابي، نستطيع أن نرى هذا الجانب الإيجابي. يعني أنا زي ما كنت يعني بدأت حديثي في موضوع ما كل هي هذه الدول كلها نحن نطلق عليها فقد الجانب السيء، مظلمة، إن هي ما فيها شيء محبب، ما فيها شيء فيه فائدة. لا، فيها جوانب إيجابية اللي هي الطفل يتعلم لغة جديدة، يتعلم علوم، يعني يفيد نفسه وحتى الوالدين. يعني بصراحة الدولة في مجانية التعليم، إذا الدولة وفرت لي أن أتعلم لغتها بالنسبة لي أنا مكسب، بالنسبة لي أنا يعتبر إضافة علمية، يعتبر إضافة في رصيدي العلمي وغيره. لأنه حقيقة يا أخواني وأخواتي يعني بصراحة واحدة من تحدياتنا كانت إنه معظم الأسر بعد أو نقول يعني الغالبية العظمى، أنا لما أتحدث خاصة عن مجتمعنا، تجد إنه كان واحدة من أسباب اللي هي العمل الغير بيكون مرضي، يعني وظائف ما تليق، لأنه ما يكون عنده الأم أو الأب أو يعني الإخوة ما يكون عنده مؤهل، هاجر فقط لكن تنقصه المؤهلات، فبالتالي يرضى بأي وظيفة كان. يعني أحيانا تكون وظيفة عمل شاق جدا. يعني أنا أذكر واحد من الأخوات تحكي لي قصة، أحيانا يضطروا ممكن الزوج أو الأب يشتغل يكون عنده دوامين. يعني فتخيلوا إنه لو كان يعني عنده مؤهل علمي، يمكن لو نفترض إنه هو كان عنده شهادة في مجال التعليم، يكون أستاذ أو يكون عنده مثلا دراسات عليا
يكون هو عنده ماجستير في الهندسة، أو يكون هو طبيب وغيره من الوظائف. لكون أن أنا أحمل مؤهل أن يكون عندي مثلا يكون عندي شهادة البكالوريوس في القانون في أي مجالات. فكون أن وظيفة المحاماة حتى في الدول الأوروبية عادة تعتبر من أفضل من الوظائف المرموقة جدا. فكون أنه هذه كانت واحدة من التحديات، واحدة من المشاكل اللي نحن فعلا عانينا منها، عدم وجود المؤهل. طالما أنا جاتني فرصة وأنا هاجرت لهذه البلاد، أنا أجلس يمكن قرابة يعني أحيانا 20 سنة 15 سنة، لكن ماذا أضافت لي؟ هل أنا استغليت الفرصة بالشكل الصحيح؟ فعلا أضافت في رصيدي وطورتني وأهلتني، ولا نحن فقط ننظر ونندب حزنا ونتباكى على أن احنا يعني أتينا يعني البلد دي ونحن نذكر كل السلبيات والمعاناة، لكن بالمقابل ما يلينا، ما الجانب اللي نحن مسؤولين عنه حقيقة، لأن نحن نتكلم كنا موضوع المسؤولية. فالجانب الذي يلينا نحن كيف نطور ذاتنا، كيف نحسن من مهاراتنا، نحسن من أدائنا ونتعامل ونستفيد من كل فرص. يعني حقيقة واحدة من إشكاليات أحيانا تجد الأسرة مشغولة بأنه والله قوانين البلد حياخدوا أبنائنا، لكن بالمقابل في قوانين في داخل الدولة تكون هي تصب في صالح الأسرة. في قوانين كثيرة تجد أن الأسرة ما عارفة عنها، ما عندها أي معلومات. طيب من المسؤول؟ طيب إذا كانت أنا جيت وعندي فرص وعدم نتيجة لعدم المعلومات، نتيجة لعدم المعرفة، نتيجة لأن أنا حاصرة نفسي داخل بيتي وأنا يعني أغلقت على نفسي الباب وفقط يعني أنا أشعر بالكآبة بالحزن، ما حيغير شيء. طالما كان الهجرة كان قراري أنا الشخصي، هو قرار أنا اللي قررت إنه أنا أهاجر. يعني بصراحة ما في حد الدولة ترسله خطاب دعوة أو بطاقة تعال تفضل عندنا. طيب نحن اللي جينا بأنفسنا، يبقى إنه كيف نحن نكون مدركين، كيف يكون عندنا هذا الوعي الشامل المتكامل، ننظر الأمور من كل جوانبها. أن إذا كنت حأجلس في هذه البلاد لفترة طويلة، يعني يكون وقت كله يعني حياتي عمر كله في هذه البلاد، طيب كيف استفيد من الفرص؟ يمكن استفادة من الفرص حقيقة، الفرص المتاحة يذكرنا بالحلقات السابقة اللي احنا تكلمنا عنها. يعني نحن نجلس في بلاد ونهاجر ونجلس يعني يمكن عشرات السنين عمرنا يعني نحن نقضيه في دولة أو في أحد الدول، أصبحنا جزء من هذا المجتمع، لكن نحن ما استغليناها بشكل صحيح. هي الفرص كبيرة جدا، ابتداء من إنه تقرص يكون في لأبنائنا تقرص فيهم الاعتزاز بالذات اللي هي الاعتماد على النفس، كيف نستقلها، كيف نوظفها وتكون هي أداة لنا وليس علينا. حقيقة الفرص في دول المهجر تستطيع منا نحن ننظر إليها بمنظار جديد، نصحح يعني مسارنا، نصحح كثير من المفاهيم الخاطئة اللي نحن أحيانا بتجعلنا نحن نقد الطرف عن الإيجابيات. اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بموضوع الفرص، وإن شاء الله نكمل حديثنا في موضوعنا أبنائنا وتحديات المهجر في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا، ولنبذل